السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي في الله وكل احبابنا وكل متابعينا الكرام اللي بيتابعونا من كل البلاد العربية. اسأل الله العظيم ان يجعل بيوتنا وبيوتكم مملوءة بالخير والبركة والسعادة والسرور والعافية يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعضينا وصفة صحية وجميلة وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. اتمنى ان تكون ضيفة خفيفة عليكم، ويلا بينا على طريقتنا عشان ما اطولش عليكم. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى. ونبدأ على بركة الله. اللهم احسن ما بين ايدينا، وهندهن معاكم صاج بتاع الفرن او صينية او اي حاجة عندك هندخلها الفرن، بس لازم ندهنها الاول طبقة زيت خفيفة بالفرشة زي ما انتم شايفين كده، علشان نقدر نرص عليها البتنجان وما يستهلكش معانا زيت كتير، وكمان عشان صحتنا. ودلوقتي معاكم دهنا الصاج زي ما انتم شايفين كده، وهنبدأ نرص عليه البتنجان والفلفل الحامي والرومي. عايزه تغيري الرومي غيريه، عايزه تزودي في الحامي زودي. الموضوع بتاعك انتي وبراحتك خالص، حسب الرغبه. تمام. فانا جبت هنا معاكم 3 بتنجانات رومي كبار، قطعتهم زي ما انتم شايفين كده وهحطهم. انا ممكن اعين القشر يا جماعه، بس انا بحب القشره لان انا جربتها من غير القشره بتاعتها، لقيتها بصراحه بتدوب في قلب الاكل، فما بلها يعني ملهاش ماسكه. تمام. ولكن القشرة بصراحة ليها عامل كبير قوي في الموضوع دوت، وبتحميها فعلا وبتخليها ماسكة نفسها لحد ما وانت بتقلبيها ما بتلاقيهاش اتهرت معاكي واتبهدلت منك بصراحة. فالافضل ان احنا نخليها بقشرها، وكمان عشان الفوائد كمان. تمام. فاحنا كده رصينا معاكم الكمية، وعلى قدر الامكان بنحاول نزنق الحاجة جنب بعضيها قوي ونرصها بطريقة كويسة بحيث ان هي متاخدش مننا مكان، تاخد مننا الكمية كلها اللي احنا عايزينها. تمام. وهحط الفلفل هنا، انا شلت القمع منه ونضفتهم وغسلتهم ودهنتهم برضو، هدهنهم معاكم زيت كلهم دلوقتي بالفرشة. تمام اهو. يا رب الوصفة تكون سهلة بسيطة ليكم ان شاء الله لحد دلوقتي كده، وتكون الدنيا بسيطة وسهلة عليكم. فاحنا كده لحد دلوقتي انا معايا طبق فيه معلقتين زيت باخد منه وبدهن الوش بتاع البتنجان. تمام. وطبعا احنا دهنين الصاج من تحت، فاحنا مش هندهنه تاني، هي الطبقة دي بس وخلاص. ويا ريت كمان لما تيجي تدخليه تحت الشوايه تخلي النار وسط، ولا واطيه قوي ولا هي عاليه قوي. تمام. عشان كمان ما تتحرقوش لا قدر الله. فخدي بالك قوي وما تستعجليش واعمليها في روقان، عشان الاستعجال بصراحه عن تجربه يعني بيهلك وبيحروق والموضوع بيبقى صعب جدا. فانت يا ريت تبداي فيها بدري شويه بحيث ان انت تعمليها براحتك، وكمان تاخدي بالك من ايديك وانت بتدخليها الفرن عشان ما تتلسعيش زي يعني. فتعلموا من اخطاء اختكم. كده دهنا معاكم الكميه كلها اهي زي ما انتم شايفين، والفلفل برضو عملناه. بجد طعمها خفيف قوي، حلوه قوي، مش هتزهقي من اكلها. وكمان يعتبر في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي وبنعاني من موضوع غلاء الاسعار، اللي ربنا يرحمنا وينجينا من اللي احنا فيه ده ويرفع عنا البلاء ان شاء الله جميعا يا رب. نحاول على قدر الامكان نقتصد في بيوتنا ونعمل التدابير اللازمه لينا علشان نمشي البيوت بتاعتنا بإريحية. واهم حاجه نكون راضيين عن وضعنا وعن ظروفنا وعن الوضع اللي احنا فيه عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله. ويا ريت يا ريت كل ام وكل زوجه وكل اخت عليها بالاستغفار، رايحه جايه بالاستغفار، قاعده بالاستغفار، بتنتظري حد عند دكتور، خليكي على الاستغفار. الاستغفار يا جماعه جميل. ده هندخلها تحت الشوايه وهنقلبها كل شويه. جبت هنا معاكم شفشق الخلاط، هحط فيه حوالي كيلو طماطم، معاه بنجرايه كبيره مقطعه او متفرزنه عندك مفيش مشكله زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا مش مجهزاها ومش مقطعاها بصراحه، قلت اقطعها قدامكم علشان في ناس بتحط الطماطم نصين او بتحطها سليمه في قلب الخلاط، فحرام بصراحه، انت كده بتهلكي الخلاط بتاعك بدري بدري. فالرحمه حلوه يا جماعه. بصوا البنجر انا مفرزين عندي زي ما انتم شايفين، دي بنجره مقطعه. هحطها واحط عليها شويه الميه وهسيبها شويه يا جماعه عشان تفك. تمام. علشان نرحم الخلاط بتاعنا.
فواحده واحده عليه كده وبالراحه عشان ما نهدرش ونبهدل حاجتنا بدري بدري. تمام. فاحنا كده قطعنا كل الكميه زي ما انتم شايفين، وحطينا بنجريه من تحت عشان التلج يسيح وتبقى سهله علينا في الضرب. تمام كده خلصنا الكميه. دلوقتي هروح افرمها وهرجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما رجعت تاني انا جبت لكم دلوقتي ده الثوم المهروس، معاه معلقتين سمنه او معلقتين زيت، وهحط عليهم بصلايه يا جماعه. البصلايه دي بصراحه بتطعم الصلصه قوي، لو انت ما جربتهاش بالبصلايه جربيها وقولي لي رايك فيها ايه. وهنا بصوا بتنجان بعد ما حمرته، بصوا يا جماعه كانك محمراه والله في زيت، ويكفي ان هو خفيف ومش شارب زيت، وكمان مش هنستهلك زيت كتير قوي في بيتنا. والفلفل زي ما انتم شايفينه والله يا جماعه حلو قوي، هي ما خدتش كمان وقت في التحمير. تمام. بصوا ما شاء الله ما بارك، بجد ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. فيلا بينا اوريكم كمان البطاطس. هنا متقطعه كميه البطاطس بتاعتنا برضو زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليهم معلقتين زيت. تمام، او حوالي بالكتير او 3 معالق، ما تكتريش. وهقلبهم كلهم مع بعض بايديا علشان احس ان كل واحده فيهم اتغلفت بالزيت، وتبقى تعرف تتحمر معانا كويس جدا ويبقى شكلها كويس. تمام. فانا كده بحاول اقلبهم كلهم زي بعضيهم، والزيت يوصل لكل واحده فيهم، وارصهم في الصاج، وبرده هدخلهم تحت الشوايه. وهنا انا عملت البصلايه بالثومه زي ما انتم شايفين. ومعلش انا طشيت الطماطم ونسيت اوريكم اصلا في الاول، بس انا ما حمرتهاش يا جماعه، هي كانت صفرة فاتح او اللون الشفاف. تمام. هحط الطماطم، ولو عايزه اكتر تاني اكتر مفيش مشكله، الموضوع ده بتاعك انتي. ففي ناس بتحب الطماطم كتيره او خفيفه، دي بتاعتك انتي. تمام. فانا كده هغطيها واسيبها تغلي وتستوي مع نفسها، ونرجع لها تاني بعد شويه. وهنا دلوقتي هشوف الصلصه معاكم. دلوقتي بصوا هي خلاص ما شاء الله، هي قربت على او شكت يعني ان هي تتقل معانا وتتسبك زي ما بيقولوا كده. تمام. فاحنا كده هنحط عليها التوابل بتاعتنا اللي هي معلقه سكر، الملح حسب الرغبه، فلفل، كمون، شويه كزبره صغيرين بنطعمها بيها. فهنقلبها مع بعضيها كويس جدا. وزي ما انتم شايفين كده هي خلاص قربت يعني. طبعا الملح يا جماعه زي ما قلت لكم كده حسب الرغبه الملح. وحطينا كمون معلقه صغيره، وفلفل اسمر معلقه صغيره، وحطينا معلقه سكر كبيره، وبرده نص معلقه صغيره من الكزبره. هي كده خلاص اتسبكت يا جماعه معانا اهي. هنحط لها بقى الحاجه بتاعتنا اللي احنا حمرناها، سواء ان كان البطاطس والبتنجان والفلفل. تمام كده. بصوا هي كده خلاص مش محتاجه حاجه ما شاء الله. وطبعا احنا دول الملح والتوابل بتاعتها لقينا طعمها كويس جدا زي ما انتم شايفين. بصوا البطاطس يا جماعه والله كانك محمراها، والله مش محمراها خالص غير تحت الشوايه. جربوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. هنحط عليها بتنجان كمان والفلفل، وهنحاول نقلبهم مع بعضيهم، وهتاخد غلوه يا جماعه. وبعد الغلوه هنقدمها. لو انتي مش عايزاها تقيله حط لها شويه ميه وخففيها شويه. احنا في بيحبها تقيله وفي بيحبها خفيفه يعني فيها صلصه شويه، وفي ناس بتحبها ناشفه. فاحنا من الناس اللي بتحبها الناشفه شويه، مش بنحبها طريه قوي. تمام. فممكن هنا في اللحظه دي تزودي لها شويه ميه وتسيبها تغلي، وبعد كده تقدميها. تمام كده. اتمنى تكون الوصفه سهله ان شاء الله عليكم، وتكون كمان وصلت لكم المعلومه. يلا بينا عشان نشوف سفرتنا. بصوا ما شاء الله لما بارك احنا كده غرفناها. طبعا المخلل، ممكن سلطه، والسلطه هتعوضنا كتير يا جماعه، فيها معادن والياف حلوه قوي لجسمنا. ومعانا عيش محمص، عيش بلدي محمصينه زي ما انتم شايفين كده. عايزه تحطي عيش طري حطي. المسقعه قدامكم اهي تحفه، صحه وعافيه لينا وليكم ان شاء الله. طبعا انا عملتها قبل كده ني في ني، اللي ما شافهاش المره اللي فاتت يشوفها، انا حطها لكم في صندوق الوصف، دوسوا عليه تحت الفيديو على طول، او تشوفوها فوق في الايد فوق قدامكم اهي ظاهره قدامكم. دوسوا عليها برضك وهتوصلوا لها ان شاء الله. اتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم وتكونوا استفدتوا معانا. ما تبخلوش علينا لو الفيديو عجبكم بالشير واللايك والاشتراك في القناه. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.